السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا مطبخ العائلة. اليوم غنحضروا معكم أملو بزيت أركان تحت طلب واحد السيدة كتبت علينا في التعليق، وغنصيبوها معكم إن شاء الله. عندنا هنايا ربعة ديال اللوز، وعندنا زيت أركان، 2 معالق ديال زيت أركان و2 معالق ديال العسل الحر. تبعوا معنا الطريقة. انتم كتشوفوا كنطحنوه حتى كيولي املو. هنا فين كنزيدو الزيت أركان، كنزيدوه كنسدو عليه شويه. هنا هو واجد، بسم الله. كما كتشوفوا املو ديالنا واجد، وغادي نكبوه في الزلافه. وبالنسبه للعسل ما غاديش نزيدوه هنا، غادي نكبوه في التبصيل هو الاول عاد باش نزيدو عليه العسل باش ما يكرمش لينا، حيت الا درتو العسل هنا مع الحراره ديال الروبو يقدر يقصح لكم الاملو ديالكم، يقصح. هانتوما هنا فين كاين عندي املو ديالنا. دابا ان شاء الله غادي نزيدو عليه العسل. هاد العسل نزيدو عليه باش نحليوه. نتوما غديروا العسل ولا اللوز على حسب الكميه اللي بغيتو. انا هنا عندي 4 ديال اللوز، وعندي تقريبا واحد 2 معالق كبار حتى 3 ديال الاركان، وعندي نفس القياس ديال تقريبا العسل 2 معالق حتى 3. هذا هو الشكل النهائي ديال الاملو ديالنا. بالنسبه للاملو ديالي انا راه خليته ثقيل شويه، واللي بغى يزيد يخفو يزيدو اركان. انا اكتفيت بدوك 2 معالق ديال الاركان، ما زدتش مازال. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وكنتمنى تدعموا القناه ان شاء الله، ونزيدوا القدام ان شاء الله.